في اشخاص كده في حياتنا بتصيبنا دايما بالكآبة، بيستنزفوا عقلنا ومشاعرنا، دايما بيشتكوا من احلامهم المتدمرة ومستقبلهم الضايع، ودايما عندهم مشاكل صحية ومشاكل نفسية، وكل الناس بتحقد عليهم وعلى حياتهم وقد ايه هم محسودين. الشخص اللي هو عنده مشاكل كتير في حياته انت ما تقدرش تعيش اصلا ربعها، هو ده الشخص كتير الشكوى. طب اعرفهم ازاي؟ هتلاقي ملامحه دايما مكشرة عشان هو شايف الحياة دايما من خرم إبرة، بيكرهك في أي خطوة بتعملها في حياتك، ولازم يطلع لك السلبيات في الخطوة اللي أنت عملتها. عارف اللي بيجي يقول لك فرحان بالجواز؟ بكرة تشوف. هو أنت لسه شفت حاجة؟ ما عندوش منطق إن في حلول أبدا، كل حاجة دايما بمشاكل. بيعرف ازاي يبتزك ويخليك تطبطب عليه عشان يا عيني الدنيا كلها جايه عليه. طب انا خلاص حياتي موجوده فيها الشخص ده، خلاص اعمل ايه؟ الاول لازم تفرق بين الناس اللي في دايره علاقاتك، الناس اللي في حياتك، بين اللي بيحكي مشكله بيطلب مساعده واللي بيشتكي خلاص من اجل الشكوى، اللي عنده مشكله ولازم نقف جنبه، واللي بيقول لك المشكله عشان ما تحسدوش. طبعا انت فهمت ان هو النوع التاني ده لازم نوقفه عند حده عشان يبطل يضغط علينا بافعاله دي. ازاي؟ نقفل في وشه اي مجال للتواصل. اتصل بيا اقول له مشغول، يجي لي البيت استاذنه، عندي ميعاد، عندي شغل. تتبع مع الاسلوبين دول. اسلوب المقاومه هو اني اقطع اي طريقه تواصل معايا، ابوظ كل خططه واحمي نفسي دايما منه بكلام من نوعيه مش فاضي، بعدين، ماشي، تمام، زي دوت يعني. تاني اسلوب هو اسلوب المواجهه. اواجه الشخص ده بشخصيته الحقيقيه، اعرفه ان دي حاجه بتضايقني وان انا مش عايز الطاقه السلبيه دي خالص منه، ولو فعلا عايز تشتكي يبقى نتناقش في المشاكل ونحلها او ما تتكلمش عنها من الاساس. في الاخر احب اقول لك ما تسمحش لحد يشيلك مشاكل مش مشاكلك.